اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. في الفتره الاخيره اشتريت مبرد هواء من شركه فريش 25 لتر وحابب اشارك تجربتي معكم. اول حاجه التسعير، ده سعره 2400 جنيه، يعني فئه سعر 2000 ل 2500، وده بالنسبه لي افضل بمراحل من اني اشتري مروحه بستاند سعرها 2000 او 2100، لان ده فيه تبريد. ندخل في المواصفات او الازرار الخاصه بالمبرد. اول حاجه هنا التشغيل 3 سرعات، التبريد، وهنا الوايند تايب، وهنا السوينج اللي هو يروح يمين وشمال، وهنا دي اعلى واسفل، وهنا هتجد هنا دي مؤشر المياه، يعني هو كده مليان على الاخر 25 لتر، وهتجد ان في تايمر معاك، وايضا في ريموت هتجد فيه اللي هو التشغيل والسرعه والتبريد والسوينج والتايمر وبرده الوايند تايب. هتجد هنا في درج في الاعلى بحيث تحط فيه زجاجه مياه متجمده بحيث التبريد يكون افضل. دي بتحطها في الفريزر تتجمد، وبعد كده تحطها هنا لان المياه بترفع لفوق، وبعد كده تنزل على الورق المعالج ضد البكتيريا اللي هو من الخلف. وكمان في فلتر للاتربه بحيث ان الورق ده ما يتوسخش بسرعه. ده غير ان فتحه المياه هتجدها من الخلف، وفي فتحه كمان بحيث لو مستوى المياه زاد تصرف منها. ده غير انه من الاسفل لو حبيت تنظفها هتجد فيه بلاستيكايه بتشيلها، تجد المياه نزلت من اسفل التكييف بحيث لو حابب تنظف التكييف. نجرب كده مع بعضينا. ده صوته، وهنا في شاشه. ده اول مستوى، تاني مستوى، تالت مستوى. نرجع للاول. هنا اهو التبريد هيرفع مياه للاعلى. انا مش عارف صوتي واضح لان هو صوته عالي. وهنا كده هيروح يمين وشمال. وفي تايمر، طبعا هو كله باين في الشاشه الديجيتال. ده فيديو سريع كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده سؤال اتفضل في التعليقات لان ده خاص بيا، وبصراحه ده ممتاز بالنسبه لي في الغرفه. اولا مش بيزود الرطوبه لاني اصلا انا من اسوان، وكمان مش كبير لدرجه ان هو يعمل رطوبه كبيره، فبصراحه عامل جو تلطيف جميل جدا. ولو عندك تكييف مركزي ممكن يوزع لك الهواء في المكان اللي انت موجود فيه، بحيث ان هو التكييف مثلا في مكان معين ده يوزع الهواء في الداخل بحيث تحصل على ترطيب بشكل افضل. او لو عندك مكتب او عندك كمبيوتر تحطه قدامك وتنام او تشتغل او اي حاجه. المهم ده فيديو سريع كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظروني في الفيديوهات القادمه. سلام.